موضوع الاستعانة. إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة هي طلب العون والاستعانة بالله تبارك وتعالى، طلب العون من الله والاستعانة به. هذه الصيغة خطاب المتكلم للمخاطب الحاضر، مش للمخاطب الغائب. يعني أنت بس تقول وإياك نستعين، إياك أنت، يعني كأنك حاضر بين يديه. وإياك نستعين فيها معنى المناجاة والحضور، أي إن العبد حاضر مع ربه بين يديه، يستشعر بأن الله عز وجل قبله وأنه يخاطبه ويناجيه. وطبعا كلنا نقرأ وإياك نستعين، ونسأل الله تعالى أن تكون هذه الخطبة سبب في الخشوع بصلواتنا والعمل بهذه الكلمات. وإياك نستعين، اعمل على إدخال هذه الكلمات إلى قلبك. لو تدبرها المؤمن حق التدبر، تدبر شيء يعني هيك غمض عيونك وتفكر وتدبر، وإياك نستعين، لما احتاج إلى شيء في حياته من أمور الناس والدنيا، ولكان غنيا بالله تبارك وتعالى. لو تدبرنا فعلا هذه الكلمات وإياك نستعين لما احتجنا إلى شيء في حياتنا من أمور الناس ودنياهم. لكن للأسف نغفل في كثير من الأحيان عن المعاني والتدبر، ولا تدخل الآيات إلى قلوبنا. لكنا أغنياء بهذه الآية، أغنياء بأن لنا ربا غنيا قادرا قويا عالما سميعا بصيرا، يعلم أحوالنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، وبيده كل شيء وهو على كل شيء قدير. فالاستعانة به وبجميع أبواب الاستعانات، يعني الله عز وجل في أسمائه الحسنى معاني عظيمة، وهذا اللي ذكرناه الأسبوع الماضي باسم الله العدل. بجميع أبواب الاستعانات المبثوثة في أسمائه الحسنى، يعني هو الرزاق، الله هو الوهاب، الله هو المعطي، الله هو المحيي، الله هو المميت، هو السميع، هو البصير، هو العالم، هو القادر، هو الغني. وهو كما عبر عن نفسه ووصف نفسه بنفسه بأسمائه الحسنى وجميع صفاته العلى، جمع الرحمة كل الرحمة والفضل كل الفضل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذه الرحمات كلها بين يديك، ولكن لا تعمل للأسف بأسبابها. لا يمكن أن يضيق قلب إنسان مسلم إلا وقد غفل عن هذا المعنى. إياك نستعين وإياك نستعين، لا يمكن أن يضيق قلب إلا إذا غفل عن هذه الآية. وإياك نستعين، كل إنسان تلاقيه مهموم مغموم يأسان، هو غافل عن هذه الآية. إما غافل أو عنده شك بقدرة الله والعياذ بالله، ما في حل تاني. يا إما غافل ما بيفهم معناها، وإما عنده شك وضعف يقين بأن له ربا قادرا على كل شيء. فإذا ربك ها هنا قبلك. فكما يعني سأل الصحابة رضوان الله عليهم يوما النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا يا رسول الله أربنا قريب فنناجيه، قريب فنناديه أم بعيد فنناجيه؟ فنزل قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. طيب،
أين إيمانك بهذه الآية؟ مالك كل شيء، أين يقينك بها؟ أين يقينك بهذا المعنى؟ أين هذا الإيمان وأين هذا اليقين؟ للأسف يعني نغفل بغمرة الحياة وضيق المشاغل والمتاعب والابتلاءات. يمر العبد بهذا الضيق وينسى أن له ربا قويا قادرا يملك كل شيء. وما نعتقده ببعض البشر، يعني عفوا بقول لي واحد: طب أنت يا شيخ ديك مرة قصدت فلان، عشان نرد على كل الأسئلة. نعم، نقصد البشر من باب التسخير، بأن الله تبارك وتعالى سخر لنا هذا الإنسان ليكون قضاء الحاجة على يديه. أما إنك تقصد هذا الإنسان بدون أن تقصد الله، كتير ناس بقول لك راح على الباب وطرق هالباب وراح ونطنط، قل له آخر شيء أنت قصدت باب الله؟ بقول لك لا، أو نسي، أو ما الله عالم. الله يحب العبد الملحاح، يعني الذي يلح في الدعاء. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله عز وجل يحب أن يسمع صوتك، يحب أن تناجيه، يحب هذه العبادة. إيه له شو بالحديث مخ العبادة؟ لا، العبادة الدعاء هو العبادة. الدعاء مش هو الأصل. أنت بصلاتك، بحجك، بمناسكك، بقراءة القرآن، بقيامك لليل، بصومك، عندك هدف. شو الهدف؟ أن يرضى عنك الله. كل هذه وسائل لتصل إلى المطلوب. فالله عز وجل أكرم الأكرمين وجعل لك هذا الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لتلجأ إليه ولتتواصل به ومعه وتستعين به. هلا يجي واحد بيقول لي كمان موضوع الاستعانة والتوسل، إنه إذا استعنت فاستعين بالله وإذا سألت فاسأل الله. طبعا نحن نسأل الله ونستعين بالله، ولكن أيضا الله عز وجل جعل لك وسائل. كيف الصلاة وسيلة أيضا، قال: وابتغوا إليه الوسيلة. كما دائما نذكر ونكرر مثالا نموذجا اللي هو قميص سيدنا يوسف عليه السلام: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. الذي رد البصر لسيدنا يعقوب هو الله، ولكن القميص وسيلة. فلذلك أنت يمكن أن تتوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يمكن أن تتوسل بوالديك إذا كانوا من الصالحين، يمكن أن تتوسل بعمل صالح كما ذكر نبي الشباب اللي أغلق عليهم الغار، نزلت صخرة وأغلق عليهم الغار، فكل واحد منهم توسل بعمل صالح. هيدا يقول خطبة عن التوسل. إذن هؤلاء البشر اللي احنا بنقصدهم في كثير من الأحيان، هذا المال اللي عندهم، لنفترض أنت قصدت بشر، هذا على سبيل التسخير كما قلنا: وما هي إلا وديعة عنده. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يعني على سبيل الاستخلاف، وليست ملكا له، وليس له حق أيضا بالتصرف فيها إلا بإذن الله. يعني الله عز وجل هو الذي سمح له بالتصرف بهذا المال. بالظاهر نعم، أنت شايفه بالظاهر عم يملك مال، عم يملك قرار، ولكن هالقرار وهالمال لا يكون ولا يمكن أن يكون إلا بإذن الله تبارك وتعالى. بس الله عز وجل يمنع هذا القرار ويمنع هذا التصرف، يتوقف كل شيء. تلاقي إنسان عنده مال يعطي فلان، يمنع فلان، يأكل مال فلان. هذا المال جعله الله بين يديه ليكسب إثما، ليبتليه. هذا المال ابتلاء. ما تحسد هالإنسان وتقول يا ريتني مثله. هذا الإنسان جعل الله المال بين يديه ليبتليه وليكسب إثما بموضوع عدم العدل. يعطي فلان هالقد، يأكل من حق فلان هالقد، كذا. هذا كله ابتلاء. فالإنسان يريد أشياء كثيرة. وإياك نستعين، كلنا أصحاب حوائج. هذا اللي بده زواج، هذا اللي بده عمل، هذا اللي بده سفر، هذا اللي بده وظيفة، هذا اللي بده شفاء، هذا اللي بده، صح ولا لا؟ كلنا أصحاب حاجات.
بتلاقي أمرار بيوكل سمسار، بيدفع للسمسار ليدخل على وظيفة، بقول له أول معاش إلك وكذا، بنطنت من هون 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 واسطات، ولكن لم يطرق باب الله. هول كلهم الله عز وجل سخرهم لك. وما في شيء الإنسان أمرار كتير بيخطئ، بفكر إنه هيدي سهلة وهيدي صعبة. المؤمن عنده كل الأمور عند الله عز وجل سهلة، لأنه السهل ما سهله الله. ما أنت بنظرك تعودت على نعمة معينة، بتقول هيدي النعمة بسيطة بين يديك، هيدي النعمة كبيرة، هيدي الموضوع هيدا كبير ما ممكن يحصل. لذلك في الدعاء اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. شو الحزن؟ كثير ناس بفكر الحزن، لا، الحزن يعني الصعاب. الحزن إذا شئت سهلا. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلم الصحابة رضوان الله عليهم أن يصلوا صلاة الحاجة. أنت بدك شيء، روح توضى وصلي ركعتين واطلب من الله وادعو بدعاء الحاجة. علمنا صلاة الاستخارة، إذا احترت بأمر معين، كنت محتار، أيضا تصلي صلاة الاستخارة وتدعو بما شئت.